اجيب لك شاي. مسيكم بالخير. سلام يا ابو حميد، ازيك يا سام؟ ولا قد شاي صغير عم شاي. والله وهتروح الجيش يا ابو حميد. انت بتطلب ليه؟ ويمين الله عشان كفت خطك. اقعد يا ابو حميد، سمير بيهزر معاك. يقوم يضرب. سبع الليل خدت العزه من قبل ما ادخل الجيش. وده شكل الجيش برضه، ده 100% شرك. شورك ليه يا ابن فرغالي؟ اعور ولا مكسح؟ ولا زي ابوك طلع لي قتب في ظهري. العيب في مخك يا ابن ستيتل. اي حمار سباخ يفهم احسن منك يا دهل. خد يد من هنا. ايوه انت كده من يوم ما ابوك ملبسك جلابيه بياجه وانت نفسك كبرت. مش حل لما تلبس بنطلون هيبقى حالك ايه؟ انت ناسي ان ابوك ماشي من غير لباس. الله يجازي ستارك يا سامع. الزمها ايه تطل ايدي ودول كل مكان. راح على فين يا سبع الليل؟ والله ما انت ماشي يا شيخ. ده انت هتوحشنا يا راجل. تعال عشان اخش معاك في رهان. عليها الرهان. تاكل نص وجة حلاوه طحينيه. واكل وجه بحالها كمان. طب تعالى بس خد بالك، دي مش لوحديها، دي معاها ربع جدح ملح حاصل. ولو جدح بحاله. لو كلت الحلاوه والملح ليك باريزه غير ثمنهم، لو ما كلتهمش تدفع ثمنهم بس. ماشي. وزيد لنا نص وجة حلاوه وربع جدح ملح يا عم شاكر. عينيا. خش يا سبع، خش هناك. يلا يا سبع الليل. علق البريزه الاول. البريزه معاياني. وادي الملح. عايزين ناكل بقى الحلاوه الاول ولا الملح الاول؟ الحلاوه مفيش اطعم منها. خش على الملح يا سبع. مش مكسوفين من نفسكم؟ لما يموت في عامله زي دي تعملوا ايه؟ وانت يا احمد، مش عيب عليك تخلي الافنديه يضحكوا عليك بالطريقه دي؟ وانا اعمل ايه بس يا حسين افندي؟ اول حاجه تعملها ايه؟ تدفع الفلوس حق الملح والحلاوه. وهي دي برضه حلاوه؟ غيرها وهات حلاوه تانية تستاهل ثمنها. ولا يهمك يا ابو حميد، حساب الحلاوه مدفوع، بس هنقسمها سوا. لكن ايه الجيش اللي هياخدوني فيه ده يا حسين افندي؟ هتبقى عسكري. دي عساكر نقطه يعني؟ لا، عسكري تاني. عسكري النقطة ده اسمه عسكري البوليس، ده شغلته انه يمسك الحرامية ويحافظ على الأمن. أما عسكري الجيش بقى فهو اللي بيحارب أعداء البلد. بس احنا بلدنا ملهاش عدوين. أيوة، بس ممكن يبقى لها أعداء، حد يطمع فيها، حد يعتدي عليها. في الحالة دي تبقى جاهزة للدفاع عن نفسها. يعني على كده الجهادية دي حاجة كويسة يعني؟ حاجة كويسة أوي. لو كان ليك نصيب ودخلت يا أحمد هتبقى بني آدم، بني آدم تاني خالص. وحد يكره حسين افندي؟ بس انا اللي قطع في قلبي يعني اني هسيب امي واخويا لوحديهم يعني. ربنا معاهم يا أحمد. تشويق يا هلا؟ ها؟ لا يا سعادة البيت. امال انت ايه؟ انا بتاع نسوان يا بيه. انت مش مقبوض عليك في مظاهرة يا هلا؟ ما هي كانت مظاهرة نسوان يا سعادة البيه. أصل أنا مكتبي في الشركة اللي بشتغل فيها ببص على الشارع، سمعت هيصة ستات جامدة قوي، بصيت لقيت مظاهرة كلها ستات، رحت مزوغ وماشي فيها. مشيت فيها عشان ايه؟ متعاطف مع القضية بتاعتهم طبعا. يا سعادة البيه قضية إيه وباب إيه؟ أنا مالي ومال القضايا، أنا ليا اهتمامات تانية مالهاش دعوة بالسياسة، المؤخرات، المقدمات، الصدور، النهوض. بس دي كانت مظاهرة نسوان الشيوعيين. شيوعيين، رأسماليين، انتهازيين، كلهم نسوان ما يفرقوش عندي. يعني انت اخلاقك فاسدة بقى. فعلا يا بيه، أنا أستاهل ضرب الصرم. سلمني البوليس الأداء وابوس إيدك يا بيه. وانت بتشتغل ايه بقى؟ كاتب. كاتب. تكتب ايه؟ قصص، روايات. روايات جنسية ولا ايه؟ الروايات الجنسية اللي بيكتبها واللي بيقراها لا يمكن تلاقيها عندك هنا يا فندم. انت الدكتور علي خليفة؟
ايوه يا فندم. امك اسمها ايه يا دكتور؟ موجود عندكم في الملفات. سنك كام سنه؟ برضه في الملفات. مراتك اشمعنى؟ عندها 19 سنه. انت كنت بتنام معاها ازاي يا دكتور؟ برضه عندك في الملفات. يعني انت شايف ان مفيش حاجه بتستخبى علينا وكله عندنا في الملفات، ها؟ طلع مراتك يا دكتور، علشان دي قدمت شكوى بتشتكي فيها من الحرمان الجنسي وخايفه يا اخي على نفسها من الانحراف. ممكن اشوف الشكوى دي؟ انت بتكذبني يا دكتور؟ على العموم قدامك فرصه علشان تفكر في الموضوع ده. احنا عايزين نستفيد بوجودك معانا. هو الدكتوراه بتاعتك في الجيولوجيا مش كده؟ ايوه. الصحراء اللي حوالينا موجود فيها معادن كتير، احتمال بترول، ذهب، حديد. يا ريت تطلع تكتشف لنا حاجه كده. الصحراء دي ما فيهاش غير الحيات والعقارب. انا لا هطلق ولا هخرج. اذا كانت الاوامر صدرت لك انك تقتلني انا افضل اموت هنا. حد